السلام عليكم. أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز وأسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وأسعار فول الصويا المستورد والمحلي وأسعار الفول البلدي، وهنتكلم عن أسعار القطن ومزادات القطن. قبل ما نبدأ في التفاصيل بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. ولو حضرتك مهتم بالأسعار وأول مرة تشوفنا، في زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك، هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ننزله على القناة يوصل لك إشعار على الموبايل. هنبدأ بأسعار الرز عشان الفيديو طويل، ولو مهتم كمل معانا الفيديو للنهاية. أسعار الرز الشعير العرض قليل جدا في السوق، أقل من الأيام اللي فاتت، وفي طلب كبير على الرز الأبيض لتجهيز طلبيات رمضان، وطبعا طبقا لسياسة العرض والطلب لازم يرتفع سعر الرز طالما عليه طلب والعرض قليل. أسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب من 19500 جنيه ل 19600 جنيه للطن، وسعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب من 18800 ل 19000 جنيه للطن. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من تاجر لآخر ومن مكان للتاني على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وهامش ربح التاجر وتكلفة التحميل والتعتيق وتكلفة النقل. أما عن أسعار الرز الأبيض من أرض المضرب، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسيروتكس وكسر من 8 ل 10%. الرز الأبيض العريض من 30,000 جنيه ل 30,300، والرز الأبيض الرفيع بضاعة غير مخلوطة، زيت وبخار وسيروتكس وكسر من 8 ل 10%، من 29,000 جنيه ل 29,200 جنيه للطن. أسعار الرز الأبيض بتتوقف على أسعار مشتريات الشعير وأسعار مخلفات الرز وجودة البضاعة، وبتتوقف على نسبة الكسر، والبضاعة من 3 ل 5% كسر بتزيد من 200 ل 300 جنيه في الطن، وبتبقى طلبيات خاصة. بالنسبة لأسعار مخلفات الرز، السرس المطحون 2400 جنيه، كسر الرز الناعم من 17,000 جنيه ل 17,300 جنيه، سعر الكونة من 14,200 ل 14,400 جنيه. ده كان كل ما يخص أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز. أما عن أسعار الذرة، ففي ثبات في أسعار الذرة نتيجة عدم تحديث البورصة. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 18,000 جنيه للطن، وسعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 18,000 جنيه للطن، وسعر الذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري 17,000 جنيه للطن نصاب أرض المينا. أما عن أسعار الذرة المحلي الأصفر فوصل سعره 16,300 ل 16,600 جنيه للطن، تنفيذ لدى التجار اليوم. والذرة البلدي الأبيض من 15,500 ل 15,700 جنيه، تنفيذ لدى التجار اليوم. أسعار فول الصويا النهاردة: صويا 44% بروتين 36,000 جنيه للطن صب أرض المينا، وصويا 46% بروتين محلي 36,500 جنيه للطن صب أرض المينا، وصويا 36% بروتين مستورد 37,000 جنيه للطن صب أرض المينا. سعر الردة 14,400 جنيه للطن، وسعر كزبة عباد 36% 24,000 جنيه للطن. كسر الذرة 9,000 جنيه للطن، والصويا برو اكسبريس بذرة مستوردة 25,000 جنيه للطن، وكزب جنين الذرة 8,800 جنيه للطن. أما عن أسعار الفول البلدي، فسعر الفول البلدي التلاجات الخام من 6,300 جنيه ل 6,600 جنيه للإرداب. الإرداب بوزنه 155 كيلو. أسعار القطن النهاردة، المجمعات اتملت قطن لأن الناس قلقانة، وفي إشاعات بتقول إن ده آخر مزاد والكل ودى القطن بتاعه، بس إحنا بنأكد إن لسه في مزاد لحد يوم 28. نسمع مع بعض كلام الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية. اتكلم اليومين اللي فاتوا عن أسعار القطن في كل المحافظات،
وقال إن المزاد اللي فات ده كان المزاد العاشر في مقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية. ووضح وقال إن المزاد شهد مشاركة شركات تجارة قطن بالإضافة لشركات مصر الشركة القابضة لبيع القطن الزهر في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد لأصناف القطن سوبر جيزة 86 و94 و97 وإكسترا جيزة 96 و92. أشار رئيس البحوث والمعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن إن المزاد القادم في مزاد بعده قبل يوم 28/2. وقال إن المزاد اللي فات كانت أسعار جيزة 86 بالبحيرة من 13,500 ل 14,000 جنيه للإنطار، وجيزة 92 بدمياط بيتراوح السعر من 15,700 ل 15,720 جنيه للإنطار، وجيزة 94 بالإسماعيلية وبورسعيد كان بيتراوح السعر بين 14,000 جنيه، وجيزة 94 بالبحيرة كان السعر 13,920 جنيه، وجيزة 94 بالدقهلية كان بيتراوح السعر من 13,420 ل 14,000 جنيه، وجيزة 94 محافظة الشرقية من 14,100 جنيه ل 14,450 جنيه، وجيزة 94 بمحافظة الغربية من 14,520 ل 14,940، وجيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ من 12,020 ل 14,980 جنيه، وجيزة 97 بمحافظة الغربية 13,300 جنيه، وجيزة 97 بمحافظة المنوفية 12,250 جنيه. وناشد الدكتور مصطفى عطية المزارعين بسرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024. ووضح الدكتور عطية إنه لن يتم قبول لطات أو رسائل بعد هذا التاريخ سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالك، بناء على تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024. وأسعار القطن خارج المزادات من 12,600 جنيه للإنطار ل 13,000 جنيه للإنطار على حسب كل محافظة والأسعار اللي سمعتوها من شوي. وصلنا لنهاية حلقتنا، وبشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.